المصري، تعرف ان الكلب البلدي يعتبر من اقوى واقدم سلالات الكلاب في العالم كله. والله يا صاحبي، وده مش فزلكه ولا جدعنه مني، ده كلام العلم والجينات والتاريخ. الكلب ده اللي هو عباره عن خليط عبقري من سلالات قديمه عاشت على ارض مصر من الاف السنين. دمه فيه من الكلاب الفرعونيه اللي كانت بتمشي جنب الملوك، ومن كلاب السلوك اللي كانت بتصطاد الغزلان. عنده مناعه من حديد، كأن جسمه واخد كل امصال الدنيا وهو لسه في بطن امه، وقدره على التكيف مع اصعب الظروف تخلي اي كلب ابن ناس متربي على الحرير يبان جنبه عيل صغير بيعيط عشان لعبته ضاعت. بيقدر ياكل اي حاجه تقريبا، من بواقي الكباب لحد قشر البطيخ، ويعيش في اي مكان من تحت كوبري الساحل لحد مدخل عماره فخمه في الزمالك، ما بيقولش لا. وكمان بيفهم لغه الشارع ونظرات البشر وحركه رجليهم احسن من اي عالم نفسي في الدنيا. بيقدر يعرف من بصه عينيك اذا كنت جاي تطبطب عليه ولا جاي تحدفه بطوبه. ده مش مجرد كلب يا شيكس، ده فيلسوف شوارع وعالم اجتماع بالفطره. وفي فيديو النهارده هنغوص في اعماق عالم واحد من اساطير الشوارع، وهنتابع حياته بالتفصيل الممل، من يوم ما كان جارب صغير بيرضع من امه في خرابه مهجوره لحد ما بقى معلم في منطقته بيحكم الشارع بقوانينه الخاصه، وكلمته بتمشي على كل الكلاب التانيه. بس ما تفكرش ان حياته كانت سهله ومفروشه دراي فود ابو الصحاب، لا، دي حياته عباره عن معركه يوميه للبقاء، حرب مستمره من اول ما بيفتح عينه لحد ما يغمضها، من الجوع اللي بيورث في البطن، والبرد اللي بيخلي العظم مكسر في الشتاء، والامراض اللي ما بتسيبهمش في حالهم. كل ده كوم بقى، وقسوه بعض البشر ده كوم تاني خالص يا صاحبي. الناس اللي بيشوفوه كانه شيطان ماشي على الارض فبيطردوه ويضربوه ويسموه من غير اي رحمه ولا انسانيه في الدنيا. ده غير خناقات الكلاب التانيه على مناطق النفوذ، وحوادث العربيات اللي بتحول كل احلامهم لنهايه مأساويه على الاسفل. وده بيكون شكل اللعب والطفوله في الشارع، بسيط بس مليان حياه وفرحه بريئه. لكن الفرحه دي بتقف عند عيل صغير ما شافش بربع جنيه تربيه، شاف واحد من الجراوي دول طالع بيلعب في الشارع ومبسوط، الواد راح جايب حبل وربط الجرو وطلع يجري بيه. كلب يا عيني بيصرخ، لكن الواد ولا كان في دماغه. وده كان اول ضحيه من ضحايا الشارع. امهم بتبدا تعلم الباقيين اهم دروس الحياه، منهج البقاء في الشارع اللي مش موجود في اي كتاب. الدرس الاول والاهم هو الاكل، ازاي تلاقي لقمه تسد جوعك، فبتوريهم ازاي يلاقوا بواقي الاكل جنب صناديق الزباله، وايه هي الصناديق اللي بيكون فيها كنوز، وازاي يفتحوا اكياس الزباله بذكاء عشان يطلعوا الكنز اللي جواها من غير ما يبهدلوا الدنيا، وازاي يقفوا جنب محل جزاره او مطعم ويعملوا نفسهم غلابه ومساكين. وقشطه، هما بيبقوا غلابه ومساكين فعلا، ويبصوا للناس بنظره تقطع القلب عشان حد قلبه يحن ويرمي لهم حته لحمه او عظمه. فلو عدى عليك يا شيكس منظر زي ده، يا ريت لو تراعى على الكلب باي حاجه. ربنا يبارك لك ابو الصحاب. الدرس الثاني، البشر، الكائنات الغريبه اللي بتحكم الشارع. بتعلمهم ان البشر انواع، مش كلهم زي بعض، ولازم تعرف تفرق بينهم بسرعه. في البشر الطيبين، ودول اللي بيحبوا الحيوانات وبيحطوا اكل وميه للكلاب والقطط اللي في الشارع، بيطبطبوا عليهم وقشطه، بيكلموهم بصوت حنين، تعرفهم ان دول لازم نحبهم ونبقى اوفياء ليهم ونهز ديلنا اول ما نشوفهم. وفي البشر الاشرار، زي العيل الكلح اللي جه خطف اخوهم، ودول اللي بيكرهوا الكلاب وبيشوطوهم لو قربوا منهم، او يحدفوهم بالطوب ويجروا وراهم بالعصيان والشوم، او ممكن توصل انهم يحطوا لهم سم في الاكل. دول لازم نخاف منهم ونجري اول ما نشوفهم من بعيد وما نبصلهمش حتى. النوع الثالث من البشر هم البشر المتجاهلين، ودول الاغلبيه اللي ماشيين في حالهم ومش شايفينك اصلا. دول قشطه، لا تحبهم ولا تخاف منهم، يا دوب تبعد عن طريقهم عشان ما تعملش مشاكل. الدرس الثالث يا صديقي بيكون العربيات، الوحوش الحديد السريعه والقاتله، فبتعلمهم ان الشارع الرئيسي ده منطقه خطر وممنوع اللعب فيه تحت اي ظرف من الظروف، وان العربيات دي ما بتعرفش الرحمه وممكن تدهسك في ثانيه، ولازم يبصوا 1000 مره يمين وشمال ويسمعوا الكلام قبل ما يفكروا يعدوا الشارع. بس للاسف مش كل الجراوي بتتعلم الدرس ده كويس، والشارع ما بيرحمش اللي بيغلط. قوه الشارع الحقيقيه اللي ما بتعرفش هزار، وفهم في اللحظه دي ان الطفوله واللعب دول ممكن ينتهوا في ثانيه واحده، وان البقاء في الشارع مش بس صعب، ده معجزه في حد ذاتها. في النهايه صاحبي، الفيديو ده معمول مش عشان تحب الكلاب او تكرهها، لا، الشيكس ده معمول عشان تفهم ان حياتك قاسيه وصعبه من غير اي حاجه، فما نجيش احنا كمان ونصعبها عليهم بالطرد والضرب والمرضيه من اللي رايح واللي جاي، او انها توصل نعالي يضربه بمطوه يموته وهو قاعد في حاله عين.